أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي كليتي الله الكريم، ولي بكن جاد وسكره أرون، يقودني التوفيق والرضوان، ولسواي انصرف العدوان. خار لي المختار في كليتي، لوجه الكريم أعلى نيتي. توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات الست ذي اللهاء. أكرمني الباقي وقاد للمنى، بلا عداوة أزيد الأمناء. هطي عني المقدم الكريم، وكان لي بكم وحمده أرون. واجهني الباقي بما تقر عيني به، وطاب للمقر. آيات ربي كالكلي تسر، ومالكي كليتي يسر. إلى سوى نحوي ينحو الضر، وليس ينحوني ما يضر. تابع لي الله نعم البر، وانقاد لي إلى الجنان البر. ينقاد لي في كل شيء نصر، وليس ينحوني ابتلاء أو حصر. لفظي الخلق له والأمر، لازم فيه طاب العمر. ألا من له العلا والقهر، ليقل انقاد الخفاء والجهر. هدية الباقي بها تقر، أي طاب برضا المقر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معيد كريم خير معبود. أذكر بجاه شفيع خير مولود. نأيت طالبا من جوده ظفري، بل هو بخير غير محدود. نأيته آواني وكرمني، فما لكوني كعاد عيق مجهود. الحمد والشكر مني ورضا أبدا، إله من كان لي في البحر بالجود. لو تعالى رجعي من عداد إلى دار السلام التي تبنى بالتجديد. هل يصورني لها عجلا، وجدني الدهر بشر الحمر والسود. وجاءتني في اضطرابي بالمنى كرما، قل هذا قبول غير مردود. ولكنهم يا حفيظ معا، وتحيي أصول غير مجحود. لا العلومين هذا الفجار مع عملي، فوجاني بنصر غير معهود. علي منا بالنصر عاجلا وقني، بين إلى كل ما يفضي لسيخودي. بكلمة كاتبي هدى أبدا، حجا وغسل مهر الحور والخيل. يسر بها كل صعب لي بلا كلف، أبدا سكر بالترتيل وتجويد. بكل ما أهوى وكف أذى، أن أنت فؤادي دهر مفقود. أسمع الآن والمبيع بلا أذن إلي، وصيرني بالتزهيد. بفضلك ما أنت الجميع بي، فقل زمامي بلا كد وتشديد. قلب فؤادي إلى القرآن يا ملكي، وللحديث بإرشاد وتقييد. ربيتني فاكشف الأسرار لي أبدا، شيئا فشيئا بتدريج وتأييد. آويتني يا إلهي قاضيا وطري، قدني إلى دوري وسلمني بموجودي. أنت المعيد الذي أبغي إعادته على السماوات والأرضين والبيد. أنت المعيد الذي أبغي إعادته
هذا السماوات والأرضين والبيد نبثني ورسل مع عمل وحسن فؤادي من شك وتقليد ويبقى إحبائي وزودني أمر كل شيء خير التزويد هدوت أوبي بقرآن أدبره وبالأحاديث عبدا خير مسعود وتبيم لطفا لا يفارقني يا أخرى بإسعاد وتسويد دعوت ربا كريما نافعا صمدا رحيما لطيفا وهو مودودي دعوته موقنا بالنصر وهو له غير بحث كل غير مكمود كتابه أروة الوسقاء أرتله ما تحيا وعني فكتصفيد حقه عبدا لي إن شاء مرتجيا كان بي حيزا ما فاق مقصودي توجهت يوم السبت مرتضيا عنه تعالى بنيل غير منكود إني أشكو ربا مغنيا وله أعرف نفسي بتفويض وتوكيد هات بالله يوم السبت في سفري أبت فاتي لشيء غير معهود أي ما انصرفت يوم مجتهدا لقد شئت مختار ومحمود الكتاب ما قصدنا انطرفت حجب ربي معواني ومصمودي دعوته يا صلاة بالسلام على من صرت خادمه عبدا لمعبودي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الحمد لله الذي يردني إلى معادي ويصون بدني وتهيتا من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي وتهيتا من الفجار بين ربي إلى الأبرار يا الإسلام عبدا خادما للمصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما فيه الأذى والجنة هيك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا لأريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحيل مع الرضوان وفي وعد من كريم منجز وعلي شكره برجز حوث ما يفوق ظني من أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم وإن أخرى عزة تدوم ذرتي وخير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا كم جاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين اقنعته ما تحب بالأدب ويقيم فيه ما فيه سخط أو غضب لك السماء والأرض والهواء وأنت فعل لما تشاء قيم صوتي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيون أبي دعوتك وإني ذو اضطرار فردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملات يا مغيث رد السائلان أجب بداية المصطفى قصائدي وسق به لي جملة المقاصد نويت أن أكون ذا ارتحالي للأهل والإخوان والمآل نويت الكريم فاصرفني إلى أحبتي دون عناء بإله أيت كوني كاشف الأسرار يا وطني يا حامد وقاري سيئا ظاهري وباطني لك بذكرك إلى مواطني دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت سيري الكتابا سير كشف يكشف النقابا تعالي يا ربي زدني علما وفتح لي الصدر وهب لي فهما لا هنا سعادة وفي غد وحسن ولي الجد بالرغد
يقين من ذي الساعة تحير إلى قيام الساعة منعلي بالفيوض والمدد ويسق كل منى بلا عدد آسف العداء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاء المصطفى وعلى الصلاة ما ساب ما تسق لي الصلاة أجب سقي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض أجب سقي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي واستلم بعد أن تصلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عني أبدا بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى روضه في الرياض كما خاطبته بقولك يا أكرم وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب واشهد لي بأني أخذته بهذه حروف الكتاب قال أرجو رسولك يا موسى وجهني الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدي الأكرم ما يغني عن التنازع والنعم المغني إذا كتبت أو قرأت فراق فغير العدا ولا مفران كتابتي تزحزح الشيطان فغير ما قد حزته أوطانا نبر قراءتي عن النوافل وليس بدري أبدا بآسل يتلو آيات كتاب الله مثل غير ذوي الملاهي نجد رب العالمين كلي بلا نهاية والسر صنلي أوقني في البر والبحر وفي السر والدهر واستنطحي فيه يعشي البحور والأمواجان وطي الحكام والأفواجان فقتني غرق عند المغرقات أجدتني عند العدا بالخارقات أعطني قبل الفئام عند الشرار أقوي اللئام إلي قدت قبل في البحور قال ربي ومهور الحور نزهتني عند ذوي الأدناس عن الجوانب إلى الخناس يقين اليقين أنك ليان أمن يصفي أبدا كالكليان لقد تبين لدى الفجار أنك خلي وحبي جاريك قلبي نورت جعلت فكري وهيت عند العدا لعسكر هيبت كل ما نحى جنابي كنت لي الظفر والضر الناب آتني آخر ذكر ارتئان كان كمان العدا وعتلان هيبت كل حاكم نحاني ما يسوء القلب من ألحان لا ينتهي قلوب أهل الخير متسعا من أمني بالضير يقين أنك الكتاب يكشف أنوار ذلك الكتاب كشفت لي كشفا يديم عجبا تحبين به الكرام النجبان أتحفني بمقدر السلوك ومقدر الحساد والسلوك هم يخفى أنك الكتاب يا كتاب أغن حماني عن عناء وعتاب لم يخفى أنك الكتاب يا كتاب فقن حماني عن عناء وعتاب كتاب ربي إنك الكتاب إذ قال ذلك الكتاب نزل رب العالمين هب لي ما لم يكن للصالحين قبلك أحسن إذنك ربي الذكرى قن المكاره به والمكران فيأتي بحبك بالكتاب أمن كفاني المكر كالعتاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكفاني كل ما يصدني عن آيات الله تبارك وتعالى إلى دخولي الجنة التي وعد المتقون آمين ولا يغيجهت الشيطان ويسر المر والأوطان فمحني شيطان جن أو بشر وله لي قاد الأمان والبشر
قال ربي عنت الوجوه ويجنان منه لي توجيه يرزق قدوة العداء والكدران إلى سواي أبدا من قدران هو الحياة واصطفى جناني كمن يقودني إلى الجنان دفع ربي كل شيء ساء قبيل غيري ومن أساء دلني الله عليه بالكتاب بلا عيدا ولا أذى ولا عتاب فإذا جالبا هدايا بلا حساب لينما هدايا بقدر ذاته الأعداء من غير ذاتي والعناء والداء كليتي مصومة بالجنة من الأعادي والعناء للجنة أوضني من كل شيطان ومان ولا الشياطين وحسن الأقومان فإلى غير مري والوطن كل عدل وأنار للعطن أثري العظم في خطي وفي تلاوتي مهجد مخوفين هذا كل ما نحاني قبلك بذلك من نحوي كبل يسوق مقصد الكافرين الكافرين كلا سوى يخاف مني الخاسرون أسوء ربي بوجهه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين ذكي من ليس له كفءا أحد رسول لغير ضريك من جحد أدامي سآمة وعافيا من لفؤادي قاد آيا شافيا فمن حين يكن ولا استدراج والجان انتحى الخراج لا تهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على الرأس العظيم وهبا لذا كتابا بعداية ذهبا هو الرأس العظيم قد نفت لغير عداء وكلي الشفن بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله أبعت في البر وفي البحر معا ما كونه لي عداية قمعا فاعل البدر القطاعات وفق أبينا المطاعان أكرم بهم وأسأل الله الكريم فمساءة خيور لا ترين هب العين من له حيزون ابن هشام جنده مهزوم رأودهن ومن والاه وضع في الجب بمن تلاه أكسى إبليس بالالتفات هو من الدنو للوفاة غير الكفار يوم بدر شيطان ضيعهم بالغدر يرتعوا عتبة أو حكيما أو نهب ما رأوا أليما طيب من أراد أن يخفض ماك رفضه من عبده لم يضمان إن الصحابة ذوي الطهارة آبوا مع المختار بالمهارة للمصطفى سر عجيب دمغان لم يحب ربه فاندمغا للمصطفى سر عجيب دمغا لم يحب ربه فاندمغا يذب نحوي وعروضي والبيان عليك ربي لغو أهل الهيان كتابتي فر بها الشيطان إلى سوانا وصف الأوطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واكفني كل ما يصدني عن آياتك وصلي سمون ما قد بعت وإنني في خدمتي شرعة أمحي وليس ينحوني ليات أبي عني وظفرت بآيات إلي قال الله ما لي رضياك بنتاء وهدى غرضيان ينقضي ثمن ما قد باعان أن إلي بي أطال الباعان أطعصي عظيم والسلام علي قاد سردا في القلان رضي الله على خير الوراق وقاد لي بدايه للسوران دنيا المحي على الصراط المستقيم لست ذا إفراط نحوي مع العروض والبيان ومنطقي لي حققت عياني نحوي نحى العرش والكرسي وتقين مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه وتب رب الله من كل اللعين وليس الخير حفيظ ومعين نايته وإنه لي جذبا
ما اختار لي بلا أذى فانجذبا أترك غير دفعت من لم يحبني وكلي رفعت أترك لوجه الله ذكره الحكيم وقاد لي ما غاب عن كل حكيم يقودني إلى الجنان ذكرك يكفى بي الدوام شكرك يا مانع من أساء إلى سواي لا أرى ما ساء ترسي عن الكفار والفساق كونك يا خير جار ساق يا شاطئي صرفت كل من بارسني ولي طيبت الزمن لقد صرفت بالكتاب قارئا ويس إبليس لنحوي طارئا أمحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر أسباق وجهك الكريم لغير عداوة التكريم هل باقي الله ما يغبطني في البرايا ماكثا في وطني بارك اللهم في ديوري وفي مواضعي وجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل كمن صلاحي أراد وفعل أتني بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكفي كلام فعال لما يدعو به تلقي يدعو به وبه تلقي العلماء أكفي كلام مفعال لما يدعو به تلقي العلماء أكفي يا ربي عند جندك الغالبين ذا فلاح عندك أعطني من القلب أنسى كل ما أقف عند عداك علمان هي تعدعي لغير النحويك أمن عروضي قلت لي والنحوي هاتفك امتداحي والصلاة أنبي يا ربي زحزحت القرآن لقد تبين لدى الأعداء كوني خديمه بغير داء ترسي عن الردة عند الكافرين مخزيهم الذي كفاني الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر مسيء لم يقف في الخلق من يطلب ما سأني وفلحي لا يسلب يقول لي الجنان من وعد ولفداء خيرا لا يعد كويس أزمان ما قد بعت قبلي وجهي شرعة إلى أوصل القراء والنزلان تلقاني الخلد يا من أنزلا لوجه الكريم ليغفر زللات ونمحو والزحزح عللان يقول مقدمات جنات العلان أو خوي أمرادي لفعلان إلى كتابك إلى الكتابة بسد الأقلان ونعني المنقول مع ما عقلان قبل خطي ما يفوق عسلان حياته بخطي كسلان لكتابتي بيمن قبلا بنا أخرى وبه تقبلان هل كتابتي إلى وجهك الكريم للعظيم ابنه ليس يرين القرى منك وهب لي نزلا منك هب لي الكتاب المنزلان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصل الإنسان بيده حسنا نسيا تغفر به وادي مغفرة تبدل بها جميع السيئات وحسنات وتجعل بها هذه القصية وسيلة إلى الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادة علي خير الصلوات ولا توجه لمن لي طيان وبداعيا لوالديان ولا توجه لمن لي طيان وبداعيا لوالديان ولا توجه له بالحمد ذا توبة من خطأ وعمد صل على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صل عليه بالسلام واغفر وادي والحقوق كفر فمن حباني المنى فلتعفى ليؤمي بالذي التقديم عن نجفا من العذاب والحساب بمصاب إليه كل انتساب أكثر خير صلاة بالسلام بآله عنهما كف الملام أنت الغفور يغفر ولهما
وبالإسلام ولترحمهما لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك أكد لكل منهما السعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب هلهما معا من الأوجال في النشر والحسر من إخجال ارحمهما ربي كما قد ربيا ليصغن بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام صمد يا العظيم زدني طياب أو به لي ولوالدي وجه والدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير التبشير ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاهه تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لي أبي وهب لي أمي صرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا ويحوق وذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما تقي الصلاة النبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام نقي صحيفتهما من كل ما يجر ضيق نمعه وسلمان بداية المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة والسلام وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظيمة ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي والمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي والآخرة ومن خزي والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي خاطبه بقولك ولا تخطب بيمينك ولا تخطب بيمينك إن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه وامحو كل ما خطه أنا بيميني ولم ترضه لي واكفني بجاه صلى الله عليه وسلم كل خط لم ترضه لي أبدا قدرت وجهي إليه وقدرت وجهي إليه آمين يا رب العالمين وجهت وجهي مع توبة النصوح يغافي بالمزدزل الفصيح لو تعالى بالنبي متابي من كل جالب إلى عتاب أستغفر الله من المعاصي أكون بدل ذكر عاص تاب علي ومحى عني جميع بنفسي كما ربنا السميع خاف في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهاجر وفي طيبت نفسي وأزال كربي وارشي منه دوام القرب طهر ظاهري وباطني معا ولي بلا كتب خيورا جمعا هو الذي وهب للكتابات وقبل البيوع والمتابان وتهي لم يرد بالمرضي وجاد بالظاهر والخفي أشكره كلي بغير كسر بخير خط نافع محسل مع إله بالنبي عني كل فساد وحبا بالمن يمنعني من المناهي المانع وينتفي بمنعه الموانع يؤتي المعنى إضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع قلت له بتوبة نصوح ويجتهد كتابه الفصيح الحمد لله الذي لي غلبا
هذا هو المنى ولي منهم سلبا الحمد لله الذي لي غلبا أعداه ولي منهم سلبا لو شكوري مصليا على من اشتهوا هداه فعلى مدحو قصير النصارى يحيي بجاهه أنصارا محمد وآله والصحب وكل من سلك خير اللحب هذا قهار من عاداني بمصطفى الذي به هداني يرعدون في البحر وحدي وحدك ولي أنجز تعالى وعدا فكثير معيد نلت العودا إلى ديوري سالما والقودا توجهي لمن له البحور فغيرها به انتفى المدحور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الذهاب لا خطابي وأعطاب بارين متغن به عن الأنبال ويا السيوف والمدافع لا خير مغن نافع مدافع ويا السيوف والمدافع لا خير مغن رافع مدافع ويهم ما يوجب انزجارك انظر لي لا خير من أجاران منصرفين كلهم للنصرة وليكن في غربتي وهجرتي فك بكن رقبتي وأطلقا كل يعنيم عيوبي مطلقا يا بستجيب وهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيبدعي يا مجيب بالمجاب واكشف به عني دواء من الحجاب لا تجيب وأعلي قدري بدايه وجاه أهل بدر نبت حولي ونبت قوتي بك بي بشر سريعا يا اخوتي فالعداء ربي تحت قدمي فثمة كلية يا ذا القدم أقضي القبول في الأرض وفي قبل السماوات بحرمة الوفي فيكن بكل ما أشاء يا فاعلا لكل ما تشاء هيا وصل بسلام يا سلام علي بوته دار السلام وسلك لي نفى الخطوبة والآل وصعي وهب لي طوبى في البحر وخلت القرى وجن البر وحدي بالقرى كنت هي لمن لي رادا ماذا هو الساق للأغرادا هو القدر لكم المغني العزيز والاستماع رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود متغن به عن الأرباب كم محمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال فلبدر صعب عبدي الحمار الصالحين الكرم الغر الكمار أن يتولى مدبرين الطران ويلاقون دواما ضران لا هم الغلب في إمساك موصي اليوم لاستمساك غلبهم قد قاد جلد الناس إلى التنصر وللخناس غلبهم قد قاد جلد الناس إلى التنصر وللخناس استقرا قادوا وقادوا الجلا وتركوا طاعة رب جلا باعوا يعني الخلد بالنيران فوز بالشقاء والخسران هي هم قد صرفت للحمر والبيض والخنزير ثم الخمر يعلمون أن ذا الجلال ليس قما مع الإغلال يرون في القبر وفي القيام منتهى بالنار بالإيام يغنوا ويلقون ردا يوم القيامة عطاشا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وعسة وحيرة مع الظلام بطونهم تسكنها العقارب وكلهم من حميم شارب عن مجاهدا وغائبا إله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لا تشاكرا بالانصرام وقد بعد الفوز بالمرام لك متابي ربي مع قيامي لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام هديتني وجدت بالعظام
أقوى الشكور بذا النظام إلى بداية المصطفى كلامي على عداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللئام مجاهدا وحدي بلا ثئام به على العدا قلامي مثل السيوف سحبه الأعلام مد حياتي بلا ظلام ولا تنازع ولا آلام مد حياتي بلا ظلام ولا تنازع ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبتني يا ربي بالإلهام مضيبا في بحر ذا انبهام قبل توبتي في ذا العام ومن اشتريت بالأنعام بارك اللهم باكتتامي ويا ظهوري نعمة الأيتام يثمدا سخر ذوي الإجرام ورقي المكروه كالحرام وجري الحلال ذا احترام المشكور والتدم إكرامي متغن بك عن اهتمام برزق آمن من الإلمام نجيتني فلك بالإمام والآل والأصحاب قد زمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي والضمي إلى الخدام عليه صلى ربي بالسلام في الآل وصحبه وزد إعلامي فأثيبت في ذا العام يبغي بجودي والإنعام وجهت وجهي للقديم الباقي الأراضين السبع والطباق يقين العدا مع الإملاق وجادلي بالعتق والإطلاق وثقت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق مصليا على النبي الراقي حين به أسرى على البراق واني الله له لدى عباقي من ورائه بالسباق هذه السك والنفاق يبشر ذوي الوفاق يجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق وسبع كان ذا نفاق فقد تهيئت إلى آفاقي أيوة من مكرم خلاق عشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أذكر مرائيا وساقي فكبري قاطعا وساقي لي جاد بالفلك والمعناق وبحايا طيب وناق من علي العام بانطلاق ولأجود فيه بالتلاق وجهي كنزا نفى إملاقي بحر الشاكرا مع الإطلاق ملكني عند ذوي الأوراق ما أخجل السجان كالوراق ملكني عند ذوي الأوراق ما أخجل السجان كالوراق فعالي ذوي الإحداق عن بعد المكس والإحداق ولو ما الخزيان والعقاق إلى قبورهم ذوي الشقاق هم عني رجال الباقي العرضين السبع والطباق فاتمن لراد أهل الدحر بكالكلين وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذا البر والنية خدمته في البر الله صلى عليه صلوات تجري مع سالم منايا يجري أبو كيم على وقهري يوضي عداية كل الدهر أشكره على رجال بديك من ذوق العداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المديك خجل مجاهد وزال حجرين خطابي وهو كافي البديك واحد القهار معطي الأجر يا وهب في ذا الشهر في سير فوق مغضبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصير ولي عداية مصر لي عصرين هيجنا يتخلد بشيء ولقي حساب يوم الحشر ففي حياتي أن لغن والشر وصف كل عن جوى والضر ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر
مكني فقد مناي في ربيع الأول الذاهب عني بالمبين ليتني في ورط لي جميع هذا في يا نصير يا سمين يستري في لي تعستران قلي قبله فأمري يستران توتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيه ويكفي فيه إجابة قدير ويقيم بالإجابة جدير أوتي فيه إليك بالنبي ويبدي مثل جار جنب ويتوفي في ربيع الثاني كلك بالقرآن والمثاني وجهت وجهي في ربيع الثاني إليك بالقرآن والمثاني هل في عظيم الشان قاري كل حاسد والشان فقتني فيرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني عاطين عامة أنساني أغرق البحر زد إحساني هي بأوبة بلا تواني وليستخر كل ذي عدوان أن قد عفوت بالغفران كما عصمتني من الكفران أن يغفر مع الرضوان بلا مشقة ولا هوان يا خير مغن شاكر ديان يا مالك الأرواح والأعيان إني بلا مكن ولا أحزان ويغني بك عن الميزان ويبتعني ضر من عاداني يا خير رب ذكره هداني يوضع من كل من قلاني كخبر بره أعلاني ولي أرضي وشاء ومن باراني ومن له الكونان والداران حاطعبي قتبي أقراني لك عصمتي من الخسران يا خير باق حافظ حنان يا خير محي رافع منان ملك يميني والتطب جنابي في السر والجهر إلى الجنان واعطني بعود والأمان ويتم موقنا مع الإيمان أوتني عطاء بلا حرمان أن يسي وورطلي سماني دعوتك اليوم مع الإيقان أن بجاه المصطفى رقاني أنت ندعوك بالرحمن وبرحيم جملة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان أقول سلاميك مع الرضوان لا خطابي زاهدا في الفاني تلك الحادي لي شفاني ولفراقي جملة الأدرار وثمنا بي بشرا أقراني لك سمع العدو كالبلدان والحمر والبيض مع السودان أتب حياتي فرحة للداني فقاسيا من ذكره ميداني ومن كفاري ذوي الأضغان فبر البحر وفي المغاني خير جاء كل من نحاني يسيء واعصمني من الألحان يعصي القلب مع اللسان وإنك أشكر بالإحسان وسيء وعد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أشكر باللطف والمعاني وليرود كل من يعاني لك شكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ذا إدمان خطابي حينما جاراني قبلي وشالد النصراني هي مفارقة كل جان منافق وظالم سجان وثقت في الإسرار والإعلان تكفر لي كل من قلاني حين فيت كثر الأزمان خير كاف مالك رحمن لا تجد بمن شفاني حيث بدعي كفاني حبيب النبي المصطفى العدنان المجتبى المطهر الجنان وسيدي الأكرم الحنان القادر المقتدر المنان هيك يا ذا الجود والإحسان وانكسار غربتي أنساني أزكى الصلاة نورها يلقاني هذا أرى ترود من ألقاني كونت أوبية إلى إخواني وقدت الأمان في الأكوان كونت أوبية إلى إخواني وقدت الأمان في الأكوان نجيت كلية من الخسران ويرت كل ذي كفران نجيت كلية من الأحزان ويسكت مالكي ميزاني
هي مكاتبي حما جيرانك هيا على من له الداران فغينا أذى النيران وصف لغينا العاران هي باسك الكريم إيمان وري العدا مع الأزمان وطير الوزير كالسلطان يقين الأب مع السلطان أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني بين نوير جملة الأذهان نوير فؤاد كل من لقاني لوجه الكريم إذ يلقاني أنت الذي في غربتي رباني بمعجزتك قد حباني سلمتني من كيد من عاداني لك كما طويت لي ميداني سلمتني من كيد من عاداني فيك ما قويت لي ميداني لك شكوري على القرآن بجسد وكلكل ملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يبغيك بالرحمن وبرحم الملك الأزمان النبي المصطفى العدنان هيا وسلم وترتيب جناني لو بآله مع الإخوان أكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من عند الكبت مع الخسران وسلاميك مع الرضوان ذوي العدوان نيت كلي من ربيع الثاني من قبل بالقرآن والمزاني إلى ما كنت قبل التخلية فالحال والمآل بعد التحلية فمتى بي وجهادي والبيوع فكن قد شكرت قبل لا جنون أنتم أبناه كل من جهل قال بالسر قل هو الله أحد إلي قرأت أمري الطائعات وجه الكريم جل بايعان لقد ينتهى الإداء والمجدان نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتهي التنازع مع مجادلة لا ننازع من عين الله بالمجاورة لو تعالى بدبي جاورا وبالإله والنبي وسيلتي الله عليه زائدا فضيلتي ما تحفظ الغراء في البحر ما أخذ كل بحر هيتربح يا ربي بالكتاب تنجن عني محا كل عتان قلب العيان في البحور من قادري قبل مهور الحور فأرشد الورى قبل اللدان تغيب لي أطاب الخلدان للمصابجة ما منه لهن من العجائب أراني فضلهن ويأتي المختار عند البر هذا رجعي أجل البر ما كل مكس لدكسس باري مثل ما مضى من دكسس في باري وفي البحر معا هذه ما لي عداه قمعا بارك ربي في حروفي ومحاك ما لم يرده لي فمحان علمني وكان لي ورضيان هيك ما عني محا مرضيان لا قلمي لخدمة الرسول كوني خديمه لمن يحبو بسور وهي لرب الأعلام مصلين على نبي أعلى وجدت وجهي لرب الأعلى مصلين على نبي أعلى لا خطابي أفك الكبلان يا مجدي فيودي الكبلان أجيه البهدي ربي وهدي ربي الفصلا ويبشر وارجي الأصلا آتين هجن يقيني السبلا ما تعني الأذى والخبلان لك شكوري بطريق المسلان أحسن جل يحاكي مثلان مددت لي ما لا يداني جزلا مكويتي الشقاء والخزلان أبي سعادتي وهب لي فضلا غبير بجنابي عذران لك توجهت أنرت الأقلام كما تلك ما حلت الأقلام يكفي ما أزال الجهل ويبشر الإماء والأهلان لي وهبت ما أزال الظلال يملك الوهبي يا من جلان أخي العداء ورد للكلا وسير ما بعت عني سلان أن يفقد بالنبي الكبلا يكويتي الشقاء والخبلان لك شكورين إذ نفيت الأزلان لك ما نفيت عني الأزلان أنت لي حطت عني الحملان
الأملاء فليكمل قبل رفع الأملاء فزت بأنك تكف البسلان أن كما تسوق البسلان يسوق الرزاق منه أكلا حيث في بدني والأكلان أكل شكرا يصير أكلا بات وكف عني استكلا لا خطابي وعطابا نزلا رغبتي وبيباهي نزلا لا خطابي وعطابا نزلا رغبتي وبيباهي نزلا قيابا ورأت النسلان بجاه من أسرى وأما رسلان محمد من اعتلى مجلى صلى عليه بالكرام كلا محمد من اعتلى مجلى صلى عليه بالكرام كلا يابة من قادر قد جلى سير القل كثيرا جلا ويداما لي نوارا جزلا يتقيني سلبا وعزلا أنت لي عندك حبا خلا يتوى عند من حببت خلا وتوبعت وغزلت غزلا ويحلاوة تفوق عسلا ويداما ما يقيني عزلا وكل ما يسؤني وخذلا أكتب لي يديم الوصلا وما يصرني ويكفي الفصلا يبحث لا تزال ظلا في العالمين وتقيني الذلان أخيه في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراعي إلا عديت عنك مسريا متلا ونظير الوادي بي والتلا أمن تسكن لك ينفي بطلان أمن كفاني من أدام مطلان ويدام ما يصير الطلان ومن عجب قد يكف الغلان أمن الفراقي من أدام التبلان وإلى الكتاب ربي حبلان وجه إلي ما يكف الحدلان عن الصابئ ويديم العدلان أجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأزلت الكلا كنت أبيا عليك الدلا بحجة واضحة أدلا بكن كان عليك الدلا بحجة واضحة أدلا علي من بدليل أجلا يقيدي وكلكلي ورجلا علي من بدليل أجلا يقيدي وكلكلي ورجلا إن يا وهاب يا من فلا سلاح من بارزني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف القتال أن يمانع جنابي قتلا التعلم والهدى والفعلا وأدبي حتى غدوت وعلا التعلم والهدى والفعلا وأدبي حتى غدوت وعلا أنت الحكيم ليكون رحلا ما كن بكن يقين الوحلان لك ارتحالي ونفيت الجهلان يهين فأمتي والأهلان هات عني البلاء والحملان المعلي يا قدير الشملان كن يا من لم يسل مزلان ويمس العدا الزلان الله يا رب الورى يا أعلى أو سلامك لعبد أعلى محمد بكل من قد صلى ويا الكريم يا من جل سبحان ربك رب العالمين.